سيدنا سيداتي، مرحبا بكم في قناة اليومية. غنهضروا على اللائحة اللي أعلن عليها المدرب الركراكي واللي غتمثل المنتخب المغربي في كأس العالم، وغنشوفوا هاد اللائحة ممكن تعطي إضافة للمنتخب، ونهضروا على جميع التفاصيل. أول ملاحظة هي أن من الحقبة ديال بدو الزكي ما كانت حتى شي لائحة طوب واللي فيها لعابة اللي خصهم يكونوا وما كاينش تدخلات، والحمد لله اللعابة اللي كاينين دابا وعندهم في رجليهم كرة ويستاهلوا أنهم يكونوا في المنتخب. واللي ممكن نتفقوا عليه أن هاد اللائحة تضم خيرة اللعابة، وما يمكنش ننتقدوا وليد الركراكي في الاختيارات ديالو انه كان غير صائب ولا هذا. وبالنسبه الحمد لله من بعد الاعتذار ديالو وشفناه في التشكيله شي حاجه تتفرح، رغم انها التصرفات هذه وهذه الاخطاء ضيعت ليه 3 سنين من حياته. دابا نتمناو يعطي كل ما عنده، لان الفرقه فيها لعابه تيعرفوا يلعبوا مزيان ويستاهلوا انهم يكونوا، وخصو غير يماركي. بالنسبه للدراري اللي تعطاتهم فرصه وما استغلوهاش، الناس تيخدموا وهما مشاو ينعسوا بحال الكعبي ومايي. تنقولوا شكرا لوليد الركراكي حيت اختار الدراري اللي يستحقوا وكان صائب في الاختيار ديالو. وهنا مسؤوليه كبيره على المدرب وليد الركراكي، لان هنا ما غيقولش ندخل شي حد ولا فرض عليه شي حد، شي واحد يكون في اللعابه. ونتمنوا المنتخب الوطني يكون في المستوى وانه يوصل للنهائيات ويشرف الكره المغربيه.